متابعينا الغاليين، أهلا بيكم معانا في قصة جديدة وحكاية جديدة. تعالوا بينا نسمع قصة سهى. سهى بتقول أنا بشتغل موظفة وجوزي كمان موظف زيي، عايشين حياة كويسة جدا وعندنا طفلين. كنا عايشين حياة هادية ومفيهاش أي مشاكل، لحد ما في يوم من الأيام جوزي تعب فجأة واضطر إن هو يقعد في البيت، وأنا طبعا كنت بقف معاه لما بكون موجودة، وبروح الصبح الوظيفة بتاعتي، لأني ما كانش ينفع أغيب منها خالص، لأن تقريبا ما كانش فيه أجازات. المهم يعني كنت في الوقت اللي بخرج فيه بقول لخالتي تخلي بالها منه، يعني مثلا تجهز له أكل ياكله، أي حاجة بسيطة على ما يجي. المهم إن هي ما كانتش بتتأخر وكانت بتقول لي حاضر، وكمان أنا طلبت منها لأن جوزها اللي هو أخو جوزي كان مسافر، يعني أنا مش هعطلها ولا أي حاجة. المهم إن احنا في الوضع دوت فترة طويلة لدرجة إن جوزي نفسه بقيت لما أقوم الصبح عشان أعمل له فطار يقول لي روحي انتي الشغل بتاعك عشان ما تتأخريش، وكده كده سلفتك هتيجي دلوقتي وتجيب لي الفطار، لأن هي ما بتفطرش غير معايا. فكنت أقول له خلاص وكنت بتكل عليها. وفضلنا على الوضع دوت حوالي شهرين طول ما هو عيان، لحد ما في يوم من الأيام وأنا في الشغل تعبت قوي، فرجعت البيت قلت أروح أنام وارتاح شوية، فرجعت بدري عن ميعادي مرة وطلعت الشقة، بس استغربت إن باب الشقة مقفول، خصوصا إن احنا كنا ساكنين كلنا في عمارة واحدة، فبنسيب البيبان على طول مفتوحة. قلت جايز مثلا جوزي قام يستحمى ولا حاجة واتحرج إن سلفتي تيجي تدخل فجأة، فقال لما يقفل الباب، فالمفتاح في شنطتي، فطلعت المفتاح من شنطتي عشان افتح باب الشقة، وفتحت باب الشقة ودخلت. اول ما دخلت الصالة سمعت ضحك بيرن في اوضة النوم، طبعا جالي صدمة كبيرة وذهول، لدرجة ان أنا قلت يمكن بيتهيألي، ورحت اتسحبت لحد ما وصلت عند باب اوضة النوم، فسمعت وانا واقفة ورا الباب جوزي وسلفتي هما مع بعض في الأوضة. مش عارفة اوصف لكم شعوري كان عامل ازاي، حسيت بصدمة فظيعة. كل اللي فكرت فيه ان انا طلعت الموبايل وفضلت اسجل ليهم من ورا الباب، وبعدين اخدت تليفوني وحطيته في الشنطة وخرجت من باب الشقة تاني، ورحت عند ماما وقعدت اعيط وحكيت لها اللي حصل. لقيت ماما بتقولي مش عاوزاكي تحكي لجوزك حاجة خالص، بس انا مش عاوزاكي برضو تسيبي نهائي، حاولي ان انتي تاخدي اجازة تقعدي معاه. انا عارفة ان الوضع صعب وما ينفعش اخد اجازة خالص، بس قالت لي خلاص انا مستعدة ان انا اللي كل يوم الصبح اروح اقعد معاه لحد ما ترجعي. فقلت لها ماشي. وفعلا من تاني يوم ماما جت الصبح وقالت له هقعد معاك لحد ما هي ترجع من الشغل. طبعا كان باين عليه وانا كنت فاهماه، لانه فعلا كان باين عليها قوي. لحد ما بعدها بكام يوم لقيته بيقول لي قولي لمامتك ما تتعبش نفسها وتيجي، كده كده سلفتك بتعمل لي كل حاجه. قلت له لا، من هنا ورايح سلفتي مش هتعمل لك حاجه، وانا هنبه عليها ما تجيلكش تاني. قال لي ايه السبب؟ قلت له يعني كفايه عليها البيت بتاعها. ورحت لها وقلت لها ما عادش ليكي دعوه بجوزي خالص، وما تجيش تعملي له حاجه. طبعا استغربت من طريقه كلامي بس كان باين عليها انها خايفه. طبعا جوزي قال لي انت ليه قلت لها كده؟ فقلت له علشان ماما هي اللي هتيجي وهتعمل لك كل حاجه، اصله ما يصحش يعني ان انت وهي تبقوا في الشقه لوحدكم. المهم ان هو بقى بيتعصب على اي حاجه ويعمل نفسه متضايق من حاجات هايفه، بس انا كنت فاهمه كويس قوي ان هو متضايق ومتعصب بسبب الموضوع ده. وفي يوم من الأيام سمعت إن جوزها راجع من السفر، طبعا أنا لسه معايا التسجيل اللي أنا مسجلاه، فاستنيت لما جوزها رجع من السفر وجاب رقم مصري، وقمت بسرعة بعتله الفويس من رقم غريب، وبعدها كسرت الشريحة عشان ما يعرفش الرقم ده بتاع مين. وبعدها انا بعتله الفويس على الساعة 2:30 بالليل كده. الصبح قمنا كلنا على صوت زعيق وضرب وبهدلة، وقعد يضرب فيها ويزعق لها ويقول لها امشي اطلعي بره انتي ما تلزمينيش. ومش عارفة اقول لكم قد ايه قلبي كان طاير من الفرحة، لان هي كانت عاوزة تخرب عليا بيتي. وشوية وجه خبط علينا الباب بتاعنا، وكان تخبيطه على الباب هيكسر الباب. طبعا عملت نفسي مستغربة، بس من جوايا كنت فرحانة جدا. ودخل ومسك في اخوه وقال له انت ما تنفعش، وزعق وبهدل فيه. قال له انا ما عملتلكش حاجه. قال له لا، انت عارف كويس قوي انت عملت ايه، بس انا مش هتكلم دلوقتي عشان انت راقد في السرير. وطبعا كل ده وانا عامله نفسي مش واخده بالي من حاجه خالص. وبعدها قلت له انت عملت ايه بالظبط؟ واخوك زعلان، كان طبعا متلكلك في الكلام وبيتراش، وبيقول لي انا ما عملتش حاجه. انا مش عارف هو عامل كده ليه، هو شارب حاجه على الصبح؟ طبعا انا كنت فاهمه كويس بس عملت نفسي عبيطه. فقلت له طيب انا همشي بقى دلوقتي وماما هتيجي تقعد معاك. وانا نازله على السلم ماما قابلتني
وحكيت لها على كل اللي حصل، ومش عارفة بجد أنا كنت فرحانة بطريقة هستيرية. المهم إن إحنا فضلنا على الوضع ده فترة، وبعدها عشان أجس النبض قلت لجوزي لو أنت عاوز ماما ما تجيش وسلفتي تيجي ترجع لك تعمل لك كل حاجة مفيش مشكلة، كده كده جوزها جه وما فيهاش حاجة.